السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عايز يدمر ابني يأكله الحاجات دي، واللي عايز يحافظ عليه يسمع اللي انا هقوله ده. اول حاجة الاندومي ده بقى منتشر بطريقة وحشة جدا مع الاولاد. تمام. الاولاد رايحة المدرسة بتاكل اندومي، جاية من المدرسة بتاكل اندومي، رايحة الدروس ما بتاكلش غير اندومي، طالعة من الدروس تلاقي الولد ماسك الكوباية او جايب الكيس وعمال ياكل اندومي. لا، واللي يغيظك كمان يعني بياكل الاندومي ناشف. انا والله ما اعرف بياكلوه ازاي ناشف، مش عارف بصراحة ربنا يعني. الاندومي ده في نسبة يا جماعة في نسبة صوديوم عالية جدا جدا جدا. تاني حاجة بيسبب فقدان في الشهية. تالت حاجة يعني لو على بعد سن 25 بيبقى فيه ضغط مباشر، فيا ريت بلاش الاندومي. تاني حاجة عندنا اللانشون. اللانشون ده تعالى يا عمورة انا جايبه لك اللانشون يا حبيبي وهعمل لك سندوتشات بكرة كلها في المدرسة او كلها في الحضانة. هو الطفل مش عارف حاجة، انت اللي جايبه او انت اللي جايب بياكل وخلاص. اللانشون ده فيه اكبر نسبة، يعني في نسبة مواد حافظة عالية جدا جدا جدا. تاني حاجة يعني بعد سن معين بيعمل سرطان مباشر، مفيش كلام. تالت حاجة النوتيلا. النوتيلا دي يا جماعة احنا بنشوفها في كل البيوت النهاردة. النوتيلا دي موجودة في كل البيوت، تلاقي الولد برضو رايح المدرسة او رايح التمرين او رايح دروس او كده معاه سندوتشات نوتيلا. هو ما بياكلش غير النوتيلا. احنا اللي موفرين النوتيلا والحاجات دي للاولاد. الحاجات دي النوتيلا ديت فيها نسبة سكريات عالية جدا جدا جدا، وفيها نسبة دهون عالية جدا 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 برضو. فالنوتيلا دي يعني بتعمل فقدان في الشهيه جامد جدا. الولد اتعود ياكل حلويات، النوتيلا كلها حلويات وكلها دهون. تاني يعني اول حاجه بتعملها السمنه، تخلي بني ادم يبقى يعني عنده نسبه السمنه عاليه جدا. تمام. تاني حاجه بترفع الضغط. تمام، يعني بعد فتره مؤقتا كده بيبقى الانسان ده مريض ضغط. فبلاش في حاجات كتير بديله ليها. تمام. النوتيلا دي بتبقى في سبب في حدوث السكر من النوع التاني مع فقدان الشهية. ده حاجة أساسية. تالت حاجة احنا قلنا الاندومي والنوتيلا واللانشون. تمام. مشروب الطاقة. النهاردة الواحد بقى يشوف الأولاد والله العظيم ماشيين في الشوارع مشروب الطاقة ده، يعني عامل زي ما الشرب كده. تلاقي الولد صغير قد كده ومعاه مثلا ازازه مشروب طاقه وماشي رافعها في الشارع عمال يشرب. ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابني؟ يعني مشروب الطاقه ده يعني الاسراف فيه جامد جدا، او الكتره منه بهدله جامده خالص يا ابني. يعني المشروب الطاقه ده من سن 12 ل 14 سنه بتلاقي الاولاد ماشيه في الشوارع رافعه الازازه. طب ليه يا جماعه؟ يعني احنا فين؟ احنا اساسا فين الاب والام؟ خد مصروفك هات بيه حاجه معينه. انت لو مسيطر على ابنك من البيت وما تجيبش ده وهات ده، الولد هيعمل كده فعلا، هيسمع الكلام. حتى لو شاف زمايله في المدرسه بيشربوا الحاجه ديت او بياكلوا الحاجه ديت، هو مش هو مش هيجيب الحاجه دي. طالما الاب والام عودوه على حاجه خلاص الموضوع انتهى. مشروب الطاقه ده اولا بتشرب منه كميات كبيره جدا جدا، اول حاجه بيعملها ممكن يسبب الوفاه. تمام. تاني حاجه بعد سن مؤقت برضو بيكون سبب في حدوث، يبقى الانسان ده مريض ضغط بعد سن معين. تمام. يبقى عندنا الاندومي والنوتيلا واللانشون ومشروب الطاقه. الحاجات دي يا جماعه والله العظيم يعني سم بالنسبه لاولادنا. حافظوا على اولادكم، حافظوا على اولادكم من الحاجات دي. انا مش بقول لك احرم ابنك، اكل ابنك هات له الحاجه دي بس بطريقه معتدله. يعني حتى ابني لما يروح المدرسه ويشوف الحاجه ديت في ايد زمايله، وعلى الاقل خالص لو مش بياكلها او انت مش فعلا منعتها ومش عايز تجيبها له، يبقى على الاقل الولد عارف الحاجه ديت ايه هي، ما يبقاش يبص لزمايله. تمام. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يعني يكون الكلمتين اللي انا قلتهم دولت يعني كويسين. تمام. وجزاكم الله كل خير. قبل ما اقفل بس يا ريت اللي يشوف الفيديو، انا مش طماع يعني صبعك مش هيوجعك، انا عارف ان صبعكم مش هيوجعكم، يعمل لايك بس واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.